السلام عليكم، وحشني يا جماعة. النهاردة ده مطبخي. واحدة قالت لي انت مليونيرة، ازاي تفتحي قناة؟ لما عرفت ان القناة اتفعلت بقول لها مفيش مبروك. قالت لي انت مليونيرة، تعالوا شوفوا المليونير. ادي ده اول ما دخلت بحاول اعدل التلفزيون، راح واقع مني. ده للمليونيرة، يعني المفروض مليونيرة يبقى عندها شاشات وعندها. أنا الحمد لله بنينا البيت بتاعنا وحلو، وبحاول إن أنا أفرشه. لكن إن أفتح قناة هي تزعل، هي زعلانة ليه؟ معلش بقى. المهم أنا رحت السوق وجايبة خس. قلت أحاول أعمله، ننضفه وناخد منه ورقه، أعينه في التلاجة، نبقى نعمله محشي وناخد الخس للأكل. وقعدت بقى أنظف في بيتي وأعمل، وربنا يعوض عليا بالتلفزيون اللي انكسر ده. أحاول أجيب واحد تاني نمشي نفسنا بيه. فكلمتين لأي واحدة تزعل إن تلاقي باب رزق اتفتح لحد، هي زعلانة ليه إن أنا فتحت قناة. تقولي ده أنت مش محتاجة. طيب هو أنا عشان مش محتاجة ما افتحش قناة؟ المهم في النهاية اتراضيت أنا وهي. لما دخلت وشافت بيتي، هي جارتي، قالت لي أنا مفكرة إن أنت يا ما هنا يا ما هناك، عندك بقى اللي يشوف شكل البيت يقول ده. قلت لها لأ، أنا يا دوبك فرشة بيتي، فرشة أي كلام كده على المستوى المتوسط، على ما ربنا يعيننا ونعمل حاجة أحسن من كده علشان نعمل لعيالنا حاجة. المهم اتراضينا وقعدنا اتكلمنا سوا وجيت من السوق، قعدت اشوف بقى طلباتي واعمل الروتين البيت العادي بتاعنا، نغسل مواعيننا ونعمل، واشوف ورايا ايه. مش عيب يا جماعة ان الواحد يقول انا ما عنديش كذا او عندي. هي مفكرة بقى ان انا عندي بقى المطبخ ده يا ما هنا يا ما هناك. لا، مطبخ متوسط زي ما انتوا شفتوه في الاول كده. كويس، وبصور فيه وكويس، وحاجتي كويسة، وبحاول كل كام شهر كده اشتري حاجة، اجدد في البيت بحاجة. لازم نمشي نفسنا كده على القد، ونمشي نفسنا بالراحة، ما نعملش، ما نزنقش نفسنا في المصاريف، ما نزنقش نفسنا. والجماعة اللي بيروحوا يشتروا حاجات بالقسط دي ملهاش لازمة خالص بصراحة يعني. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ويكون فيه تجاوب وتفاعل مع بعضنا بإذن الله. واللي عجبه الفيديو يكون فيه منه تفاعل معايا بإذن الله، علشان يشوف معانا أكتر وأكتر من الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.